كسرنا 15 رمضان، وبالمناسبة دي أحب أقول لك إن باتمان هو علي كلاي. مفيش حد ما يعرفش شخصية باتمان، ومفيش حد ما اتفرجش عليها ومش عارف كل الأشرار اللي كان بيواجههم. بس اللي مش كل الناس عارفاه إن شخصية باتمان ظهرت قبل كده في السينما المصرية تحت اسم الوطواط الأحمر. كان راح ينقذ شخصية اسمها سوسو، متهم بقتل خطيبته وبسرقة 50,000 جنيه. لحظة واحدة يا سيادة القاضي، مين الوطواط الأحمر؟ والكلام ده كان في فيلم مغامرة شباب بطولة الفنان رشدي أباظة. بس دي مش مشكلتنا النهارده، هنتكلم عن ليه ما تمش تطوير الشخصية دي في السينما المصرية، ولو ظهرت فرصة مين أنسب ممثل يقدر يعملها، بس بعد الانترو. أهلا بيك في بتوى حاجات. باتمان أو الرجل الوطواط هو شخصية خيالية بدأت في عالم الكوميكس اللي فكروا فيه ورسموه اتنين اسمهم بوكتين وبيل فينجر، وأول مرة شفناه فيها كانت في شهر مايو سنة 1939، يعني من زمان جدا، وظهر وقتها في العدد رقم 27 من مجلة ديتكتيف كوميكس. نرجع بقى لموضوعنا، ليه الافلام اللي زي كده ما بتتعملش عندنا؟ يعني لو جيت تفتكر افلام او مسلسلات ليها علاقه بالتيمه دي، مش هيجي في دماغك اي حاجه غير مسلسل الرجل العناب. جزء كبير من المشكله دي كان راجع لضعف الانتاج الفني والمؤثرات البصريه عندنا، بس احنا كلنا لاحظنا ان الموضوع ده اتغير واتحل بدايه من مسلسل جودر السنه اللي فاتت. وهنا بقى هنروح لموضوعنا الاساسي، لو هنعمل فيلم باتمان في مصر مين انسب ممثل يقوم بالدور ده؟ أهلا بيك في بتوى حاجات. باتمان أو بروس وين هو شخصية فيها ميكس مش موجود في شخصيات تانية خالص. هو راجل غني معاه فلوس كتير، بس في نفس الوقت مش مبسوط بيها. حياته من بدايتها مليانة عقد. يعني هو واحد في أول حياته وهو طفل شاف أبوه وأمه بيتقتلوا قدامه لغرض السرقة، وده خلق عنده دافع إن هو لازم يحقق العدالة وينتقم من أي حد يفكر يعمل حاجة زي كده. نقطة تانية مهمة في حياته إنه عايش بشخصيتين، شخصية باتمان اللي طول الليل بيحقق العدالة وبيحارب الأشرار، والصبح شخصية بروس وين رجل الأعمال المستهتر اللي معاه فلوس كتيرة جدا بيصرف منها شمال ويمين وما بتخلصش. نقطة تانية مهمة معانا إن باتمان مش بطل خارق، بس هو بيتقن جميع أنواع الفنون القتالية، ومعاه شوية معدات تكنولوجية مخلياه قادر يجاري الأبطال الخارقين. وده هيخلينا نمسك الملامح الأساسية للشخصية بتاعتنا. واحد حياته كئيبة، فورمة وبيلعب كل الألعاب القتالية، عنده أخلاق ومبادئ. فدلوقتي احنا عايزين حد يقدر يعمل الثلاث حاجات دول. أهلا بيك في بتوى حاجات. جربت اسال الاي اي وقلت له مين انسب ممثل مصري يقدر يقوم بدور باتمان، وبصراحه رد عليا بشورت ليست منطقيه نوعا ما متكونه من ثلاث ممثلين. اول ممثل فيهم هو الفنان احمد عز، ومن وجهه نظر الاي اي هو الممثل الانسب يقوم بالدور ده عشان خبرته في افلام الاكشن والفورمه اللي عاملها اخر فتره. تاني حد في الليسته الفنان ياسر جلال، لانه بقى عنده خبره في مسلسلات الاكشن زي مسلسل الفتوه، واشتغل في حاجات ليها علاقه بالفي اف اكس والمؤثرات البصريه زي مسلسل جودة. واخر ممثل بالنسبه للاي اي هو الفنان احمد مكي، لانه اضخم كتله عضليه موجوده حاليا في الساحه الفنيه. أهلا بيك في بتوى حاجات. بس على قد ما الاختيارات دي منطقيه، هي بالنسبه لي ما كانتش مقنعه. احنا محتاجين ميكس، القوه والضرب والحركات، وفي نفس الوقت محتاجين الجدعنه والاخلاق والاصول. وبصراحه لو فكرنا في الموضوع ده مش هنلاقي حد انسب من الفنان احمد العوضي انه يقوم بالدور ده. بعيدا عن التمثيل، الفنان احمد العوضي كان بيلعب ملاكمه، وده هيخليه مناسب جدا في مشاهد الاكشن. وبالنسبه للفورمه، فهو بقاله فتره كبيره جدا الفورمه مظبوطه، وده هيخليه مالي البدله ومشاهدها مظبوطه. اما بالنسبه لملامح الشخصيه والقصه، فاعتقد انسب قصه تنفع تبقى بدايات باتمان في مصر هي قصه مسلسل علي كلاي. في بين شخصيه باتمان وشخصيه علي كلاي اوجه تشابه كتيره جدا جدا جدا. تعال نتكلم عليها بالتفصيل. أهلا بيك في بتوى حاجات. باتمان ابوه وامه اتقتلوا قدامه، وعلي كلاي في المسلسل امه ميته وما يعرفش مين ابوه، وفضل يتعاير طول المسلسل بانه ابن حرام، وده مخليه عنده دافع قوي جدا للانتقام زي الدافع بتاع باتمان، لدرجه انه بنى دار ايتام. باتمان فت وبيلعب كل العاب الفنون القتاليه، وكذلك علي كلاي. يعني هو اصلا اسمه علي كلاي بناء على محمد علي كلاي، وبيلعب ملاكمه وواخد فيها بطولات. باتمان غني فشخ وعنده املاك وارثها من ابوه، وكذلك علي كلاي بيدير وبيشغل كل شغل منصور الجوهري اللي هو ابوه بالتبني، وبالتبعيه عنده فلوس كتيره فشخ بتاعته. باتمان كل ستات جوثام سيتي هيموتوا عليه، وكذلك علي كلاي. في ثلاثه لحد دلوقتي في المسلسل كلهم بيحبوه غير اللي ما تمش ذكرهم. باتمان ما عندوش قوه خارقه، بس لما بيخش خناقه مع حد بيدشمله بيجيبوا ارض. كذلك الفنان علي كلاي، كل لما يخش خناقه ايا كان العدد اللي بيتخانق معاه وايا كان الناس اللي هتمد ايديها عليه محدش عارف يلمسه، هو اللي هيجيبهم الارض. باتمان عنده حد كاتم اسراره وهو المساعد بتاعه وهو اللي بيظبط له كل حاجه، اللي هو الفريد. وكذلك علي كلاي اللي متخذ الفنان الشحات مبروك
مبروك كأب روحي ليه طول المسلسل لغاية اما يحصل بينهم مشكلة. باتمان دايما لما بيلبس البدلة بتبقى نبرة صوته مبحوحة عشان ما حدش يعرف هو مين، وطبعا مش محتاجين اقول لكم الفنان علي كلاي بيتكلم ازاي طول المسلسل. بكره الصبح هتقومي هتلاقي الدولاب بتاعك مليان كله لبس. وطبعا الفنان باتمان عنده مبادئ واشتراطات في كل حاجة في حياته، حتى في طريقة تحقيقه للعدالة. وطبعا الفنان علي كلاي هو اكتر واحد ابن بلد وجدع وبيفهم في الاصول، فاعتقد ان خلاص كده يعني الامكانيات بقت موجوده، الفي اف اكس بقى موجود، واختيار الممثل بقى موجود، ولو على القصه شد خيط من علي كلاي وكمل عليه باقي الفيلم. بس الحاجه الوحيده اللي هتبقى ناقصه هي اسم الفيلم هيبقى ايه، ودي انا هسيبها لكم في الكومنتات تكتبوها لنا وتقولوا لنا رايكم، وتقولوا لنا لو شايفين ممثل تاني انسب من احمد العوضي انه يعمل دور باتمان. أهلا بيك في بيت وحدات.